السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم كيكة الشوكولاتة بنكهة ومذاق رائع جدا. كنتمنى انكم تتبعوا تفاصيل الفيديو من البداية حتى النهاية. وإلا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى ديالها، فكنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات فضلا منكم وليس امرا. ونمر للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج في المكونات 16 غرام من الكاكاو والمر، 16 غرام من الخميرة الكيماوية، ملعقة صغيرة من الخل، 3 بيضات بحرارة المطبخ، نصف كأس من سكر حبيبات، نصف كأس من زيت النباتية، ياغورت بنكهة المونغ والخوخ، والدقيق على حسب الخليط. في الإناء غادي نوضع البيض، قبصة من الملح، غادي نخلط جيدا. ثم غادي نضيف سكر حبيبات، وغادي نخلط مرة أخرى. ثم غنضيف علبة من الياغورت بنكهة المونغ والخوخ. يمكن لكم كذلك تستعملوا ياغورت بنكهة المشمش، كيجي كذلك رائع. غالبا ما كنستعملوا فقط ياغورت بنكهة الفاني او الموز، ولكن ملي جربت الكيكه بهذه الطريقه كتجي رائعه جدا. نضيف الزيت النباتيه على دفعات كما غتلاحظوا. كنضيف الزيت في نفس الوقت كنخلط. ثم غادي نغرب الدقيق. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط، غادي نضيف الكميه الاولى، ثم 16 غرام من الكاكاو والمر، والخميره الكيماويه كذلك 16 غرام. غادي نغرب الكل كما غتلاحظوا. في هذا الادنى شلت على الفرن. غادي نخلط مزيان حتى كتنسجم جميع العناصر وكنحصل على لون موحد. غادي نضيف كميه اخرى من الدقيق، غادي نغربلو. ثم غادي نضيف الخل، وغادي نخلط جميع العناصر جيدا. هذا هو شكل الخليط، كيجي ثقيل شويه ماشي خفيف بزاف. غادي ناخذ هذا المول اللي دهنته بالزيت ورشيت عليه الكاكاو والمر. غادي نفرغ فيه الخليط كما غتشوفوا. غادي نوزع الخليط بشكل متساوي، ثم غادي نحركه بهذا الشكل. ثم غادي ندخل الفرن ساخن من القبل. بالنسبه للنار كتكون من التحت فقط حتى كيتضاعف الحجم ديال الكيك، ثم كنشعلوا النار من الفوق حتى كطيب. هذا هو الشكل ديال الكيكه من بعد ما خرجتها من الفرن، خليتها حتى بردات مزيان. غادي نوضعها في طبق التقديم.
كتجي الكيكه خفيفه ورطبه، ورائحه الخوخ والمونغ روعه. بالنسبه للتزيين غادي نزين بالشوكولاته نوعيه جيده اللي ذوبتها في لبن ماغي، من بعد ضفت ليها القليل من الحليب وقطعه من الزبده. غادي نفرغ الكناش او الشوكولاته في الوسط كما غتلاحظوا، وغادي نوزعها بشكل متساوي. بالنسبه للشوكولاته اللي كتكون نوعيه جيده كتجي رائعه جدا في الكيكات وكذلك في الحلويات بصفه عامه. بالنسبه لهذه الكيكه جات رائعه جدا في الشكل وكذلك في المذاق، كنتمنى انكم تجربوها. في الاخير غادي نزين بالجوز اللي هو القرقاع، يمكن لكم كذلك تزينوا باي مكسرات متوفره عندكم، كيبقى لكم الاختيار. اخير غادي ندخل الكيكه للثلاجه حتى كتمسك الشوكولاته. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه بنكهه المونغ والخوخ، كتجي لذيذه بزاف، مهلكه ورطبه في نفس الوقت، مذاق رائع جدا. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم كنتمنى انكم توضعوا لايك للفيديو والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. الى اللقاء، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.